لو جينا كملنا كده على الفيديو اللي قبل كده، احنا كنا بادئين ان احنا هنبدأ نشرح في قائمة درو. اول امر فيها اسمه لاين. الامر ده بيعمل ايه؟ بيرسم الخطوط. تمام. لو احنا ضغطنا عليه كده على الامر ده، فبيقول اول حاجة ايه؟ سبيسيفاي فيرست بوينت. فانا بقوم جايه ضاغطه بالماوس كليك شمال كده في اي مكان في الشاشة، وابدأ ايه؟ هلاقي الامر بدأ يشتغل معايا. تمام. والخط واللاين بيلف معايا في كل الزوايا. طيب لو انا عايزه ارسم مثلا لاين في اتجاه اكس، تمام، طوله 3 متر. تمام. فانا بقوم جايه كده موجهه الماوس بتاعي في اتجاه اكس اهوت. ولو انا عايزه يعني اوجهه في اتجاه اكس ما يبقاش فيه زاويه ويحرك زاويه يمين او شمال، بضغط على اف 8. الاف 8 ده بيعمل ايه؟ بيخلي الخط يتحرك في اتجاه اكس او واي باتجاه التعامد، تمام، اللي هي زاويه 90. لكن لو انا ضغطت اف 8 تاني هلاقي ان التعامد راح وبقى ممكن اعمل زاويه بالخطوط. طيب خلينا الاول في الحاجه السهله، ان احنا نعمل ايه؟ نعمل الخط في اتجاه اكس او واي متعامد. طيب انا عايز ارسم خط طوله 3 متر، فانا اقوم جايه كاتبه كده من الكيبورد 3. تمام. واقوم جايه عامله ايه؟ انتر. انتر تاني عشان الغي الامر. الخط المفروض ان هو اترسم معايا بس مش ظاهر. هعمل ايه؟ اقوم جايه ضغطه من الكيبورد كده زد انتر اي انتر، واعمل ايه؟ اوكي. ايه اللي حصل معايا؟ الخط ظهر اهو. يبقى انا كده رسمت لاين طوله كام؟ 3 متر. لو انا عايزه اتاكد، بس هننقل سريعا كده في قايمه هنا جنبنا اهي اللي هي بتاعه دايمنشن. لو انا ده اللي هي الايه اللي بيقيس الدايمنشن، لو انا ضغطت على اللينير ده كده ومسكت اول نقطه من الخط وبعد كده تاني نقطه من الخط، طلعت عملت ار اي انتر بس عشان نعمل ريفرش للشاشه. عملت كده هعمل ريفرش تاني. لو انا عايزه اعمل ريفرش للشاشه بضغط من الكيبورد ار اي انتر، هلاقي ان الخط ايه؟ طوله 3 متر. تمام. هقوم جايه سلكت على الدايمنشن ده كده من الماوس وديليت من الكيبورد عشان امسحه. طيب لو اللاين ده، لو انا اخترت ده تاني كده وعايز ارسم لاين في الاتجاه اللي هو الواي ده كده، تمام، بس طوله مثلا 4، بقوم جايه سلكت اول نقطه من الكليك من الماوس وبعد كده اقوم جايه عامله 4 انتر انتر. عايزه اشوف الخط أو بعمل من البقره زوم من البقره، زوم من بقره عشان اشوف البتاع اللي هو الشاشه قدامي، او لو مش ظاهره قدامي ممكن اعملها ريفرش ار اي انتر. طيب انا كده رسمت خط في اتجاه اكس او واي. لو انا عايزه ارسم خط بزاويه تاني بضغط امر لاين. طيب امر لاين ده لو انا مثلا عايزه اعمله بالاختصارات، الكاد بيشتغل بطريقتين، لا اما انا اضغط على الامر مباشر، لا اما انا اكتب الاختصار بتاعه. اختصار امر لاين ال انتر. بقوم جايه ضغطه كده في اي مكان في الشاشه والغي القرصو. القرصو ده اللي هو ايه؟ بيعمل الخط فيه ميلان. قلنا بنلغي القرصو منين؟ من اف 8. تمام. عايز ارسم خط بزاويه، اعمل زاويه مثلا للخط ده 45. اعملها ازاي؟ اعمل من الكيبورد اضغط شيفت وعلامه الوا، تمام، اللي هي حرف الواو، هلاقي عمل لي علامه الزاويه. لو انا كتبت بالموجب انا هعمل الزاويه عكس الساعه، يعني مثلا عايزه زاويه 45 فهكتب من الكيبورد 45 انتر كده ايه. واقوم جايه مثلا هو بيقول لي بقى دلوقتي حدد طول الخط. طول الخط انا عايزاه مثلا 3 متر انتر. كده عمل لي زاويه ايه؟ خط بزاويه 45 كام؟ عكس الساعه. بعده اسمه بولي لاين. يعني ايه بولي لاين؟ لو انا جيت كده مسكت البولي لاين يعني ضغطت عليه وقمت جايه مثلا ضغطت في اي مكان في الشاشه ورسمت مجموعه من اللاينات، هنفهم دلوقتي الامر ده بيعمل ايه. تمام. وعملت انتر من الكيبورد وجيت عملت سيلكت على على مجموعه الخطوط دي. ايه اللي حصل؟ هنلاقي ان الخطوط كلها ممسوكه مع بعض في مره واحده. طيب لو انا هرجع تاني الامر لاين وعملت نفس الامر، يعني ضغطت في اي مكان ورسمت اهو وجيت عملت سيلكت، ايه اللي حصل؟ لا هو بيعمل سيلكت على لاين واحد، لكن بولي لاين خلى الخطوط كلها متصله مع بعض بمسار واحد. تمام. طيب يبقى الامر ده بيعمل ايه؟ مجموعه من الخطوط متواصله مع بعض. طيب الامر ده اختصاره ايه؟ بي ال انتر. بي ال انتر او مجموعه من الخطوط بي ال انتر. طيب لو مجموعه الخطوط دي انا دلوقتي راسمه بامر بولي لاين، لو انا عايز ارسم بامر لاين بقى احول مجموعه اللاين دي لبولي لاين، يعني انا راسمه بامر لاين وعايزه احول الخطوط دي لبولي لاين لخط واحد. في طريقه، في طريقه، في امر خليكم معايا اسمه بي. بتضغط من الكيبورد بي اي انتر، وبعد كده بنعمل ايه؟ سيلكت على اي خط في مجموعه الخطوط دي بالكيبورد بالماوس ونقوم جايين عاملين انتر ونختار ايه؟ تاني امر اسمه ايه؟ جوين.
جوين ده اللي انا عايزه بقول له اربط مجموعه الخطوط دي كلها، واقوم جايه عامله سيلكت من بعيد على مجموعه الخطوط دي، انتر انتر. تمام. ايه اللي حصل؟ مجموعه الخطوط دي اتحولت لبولي لاين. تمام. يبقى اول امر، الامر اللي بعد كده اسمه ايه؟ سيركل. السيركل ده بيعمل ايه؟ بيرسم الدايره. فانا مثلا انا عندي لو انا ضغطت على سيركل كده هلاقي فيه مجموعه من الاوامر جوه، لا اما انا ارسم سيركل بالسنتر، لا اما سوري بالراديوس او الدايمتر، او بان انا ارسم بنقطتين او بالمماس او بالثلاث نقط. احنا دايما بنستخدم اللي احنا بنرسمه بالراديوس، لا اما بالمين؟ بالدايمتر. فانا مثلا هضغط على الامر كده واضغط في اي مكان في الشاشه بالماوس، كليك شمال في اي مكان في الشاشه، واقوم جايه كاتبه الراديوس. انا عايزه دايره نص قطرها 2، هكتب من الكيبورد 2 انتر. كده رسم ايه؟ دايره نص قطرها 2. هضغط على الامر تاني، الدايمتر، هضغط في اي مكان في الشاشه واكتب هنا ايه؟ 4. الدايره قطرها 4. تمام. طيب الامر اللي بعد كده اسمه ايه؟ ارك. الارك ده بيعمل ايه؟ ده عباره عن قوس، ان احنا بنرسم الاقواس. القوس ده بنرسمه ازاي؟ بنستخدم ازاي؟ بضغط في اي مكان في الشاشه وبضغط في المكان التاني والتالت، بلاقي الارك اترسم معايا. تمام. الامر اللي بعد كده اللي هو المهم، المستطيل، الريكتانجلر، بقوم جايه ضغطه عليه كده. ازاي برسم مستطيل؟ بضغط على المستطيل، كليك في اي مكان في الشاشه، بقوم جايه عامله شيفت ورقم 2 من الكيبورد، شيفت 2 اللي هو هتلاقيه شيفت ات. تمام. اكتب مثلا بعد انا عايز مستطيل 2 و3، انتر. ايه اللي حصل؟ اللي اول رقم بكتبه بيكون ده الاكس، الرقم التاني ده بيكون رقم الواي. طيب تاني اهو، انا عايزه مستطيل، هضغط في اي مكان، شيفت ات، مثلا اخليه 4 و5، خلى الاكس 4 وده 5. تمام. يبقى الامر اللي بعد كده المستطيل جواه امر اسمه البوليجون. البوليجون ده اللي هو الايه؟ الشكل المربع او السداسي. فاحنا مثلا عايزين عدد الاضلاع 4، نخليه شكل مربع. تمام. ونقوم جاي نسلكت في اي مكان كده اهو، كده ده ايه؟ اللي هو شكل مربع. تاني لو احنا دايسين على الامر وعايزينه مثلا خماسي كده، كده رسم ايه؟ شكل ايه؟ 1 2 3 4 5 خماسي.